بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة أحترف إكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وطالما أنت شغال في الإكسل والوورد والكلام ده، فلازم تعرف الموضوع ده، وهو موضوع دمج المراسلات، وهو ازاي تستدعي بيانات من الاكسل وتعرضها في الوورد بشكل معين انت محتاجه او بشكل مراسلات. ازاي الموضوع دوت؟ لو انا مثلا على سبيل المثال عندي مجموعة من الطلاب، وكل طالب الدرجة بتاعته في مجموعة من المواد، اللغة العربية والدراسات والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والمجموع. المفروض ان انا اطبع شهادة او اعمل الدرجات بتاعتهم. كل واحد اطبع له الدرجة بتاعته في الشهادة بتاعته اللي فيها المجموعة من المواد دوت. ازاي هقدر اعمل الكلام دوت؟ ده اللي هنشوفه النهاردة. انا معايا دلوقتي الشيت بتاعي اللي فيه الداتا بتاعتي، ومعايا صفحة وورد انا صممتها بالشكل ده، اللي هو بيان درجات امتحان النصف الاول من عام 2023. هنا اسم الطالب، وهنا الدرجة النهائية بتاعت كل مادة، والدرجة اللي المفروض ان انا هحطها، واسم الطالب بحيث ان انا اطبع له. طبعا انا هنا لو جيت مسكت كل واحد وكتبت وبنقلت بقى، اخد هنا مثلا دي حفصة احمد ربيع، اروح كاتب هنا حفصة احمد ربيع وبعد كده المواد والكلام ده. لا، احنا هنا الوورد فيه خاصية ممكن نقدر نعمل بيها دمج بين او نستدعي البيانات من الاكسل للوورد في اقل من دقيقة. ازاي الكلام ده؟ تعالوا مع بعض نشوف كده. هنخش هنا على قائمة ميلينجز، واختار سيلكت دي، واقول يوز ان اكسيستنج ليست. بيقول لي انت عايز تستدعي بيانات منين، فانا البيانات بتاعتي على الديسك توب اسمه الفايل الدرجات الطلاب ده، واقول له اوكي. هيقول لي هو في انهي شيت، هو في شيت واحد، وهقول له اوكي. لو جيت هنا عملت اسم الطالب، وقفت كده عند اسم الطالب وعملت insert merge field، هلاقيه طلع لي الاسماء الهيدر اللي في الاكسل هنا، اسم الطالب واللغة العربية والدراسات، طلعهم لي في insert merge field. طيب انا لو جيت هنا وقفت عند اسم الطالب هنا كده، ورحت حاطط هنا اسم الطالب، الدرجة اللغة العربية، اروح جاي عند اللغة العربية هنا كده، الدراسات هنا، الرياضيات هنا، العلوم هنا، اللغة الإنجليزية هنا، المجموع، بالطريقة دي كده. وهاجي هنا على بريفيو دي، واروح عامل كده، ادوس دوسة كده تكة، هيظهر لي حفصة احمد ربيع، الدرجة بتاعتها اهي 493. لو رحت هناك هلاقيها فعلا 493. هاجي هنا مثلا هلاقي بقى هنا ان هو فتح لي صفحات، اقعد اقلب كده، حمزة، ايمن، خديجة، احمد ممدوح، آه زين ابراهيم. تعال نشوف زين ابراهيم كده عمل ايه. زين ابراهيم جايب 491، وهنا جايب 491 بالظبط. طيب انا دلوقتي المفروض ان انا عملت كل دوت، انا بقى عايز اطبع او احوله لفايل بي دي اف، اطبعه كله مره واحده. هاجي هنا عند فريش ميرج، واروح عامل برنت دوكيمنت، اقول له اوكي عادي. هيقول لي انت عايز تحولي كود بي دي اف، هقول له اوكي. كات بي دي اف، اقول له اوكي. هو بياخد وقت بس بيحمل بي دي اف. هيقول لي عايز تحفظه فين، هقول له مثلا هحفظه على الديسك توب بي دي اف شهادات، اقول له يس، واروح رايح على الديسك توب بتاعي. نحطه فين؟ اهو.
حفصة، حمزة، ده حمزة أحمد حامد، وده حمزة أيمن جمعة، خديجة، زين، عائشة، عمر، فريدة، كمال. بالظبط كده. لو عندك 1000 طالب أو 1000 أو 100 طالب، هيبقى الموضوع مش هياخد منك وقت بالشكل دوت. الموضوع ده ممكن تستخدمه في المطالبات اللي انت بتبعتها مثلا للموردين، او مراسلات للعملاء، او مراسلات للموظفين، او الكلام ده. احنا هنا بس بنشرح مثل الطلاب او الشهادات اللي انت تقدر تبعتها. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.